السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنقدم لكم طريقة تركيب أي جهاز أردت تركيبه أو إضافته على السيخ بشكل صحيح، سواء سيجارة إلكترونية أو أي سواء كان هاتف لترددات أو جهاز آخر يرسل ترددات. ها هي الطريقة الصحيحة لكي تعمل بها. اختر أي سيخ، سواء سيخ مزدوج، سيخ نحاس مع حديد، سيخ ألمنيوم مع حديد، أي سيخ فردي، سيخ مزدوج، ما شئت. المهم تابع طريقة الصنع. نحضر السيخ معزول، قطعتين حوالي 2 إلى 3 أمتار سلك معزول. اللون لا يهم، من الأفضل هو معروف أن السلك النحاس الأحمر أكثر تمريرا للكهرباء. كذلك نحضر سلكين مغلفين معزولين، كذلك يكون قطرهما أكثر من السلك الأول، وكابل شحن معروف على حسب الجهاز الذي تضيفه، سواء تايب سي أو يو اس بي. اختر لك الاختيار في ذلك. أول ما تقوم به في هذه المرحلة هو طبعا نحن اخترنا السيخ المجرد اللي هو سيخ النحاس الأصفر، ولك أن تختار ما شئت كما قلت. نصيحة: إذا أردت التطوير في الأسياخ ما عليك، وأردت استعمال سيخين، ما عليك إلا استعمال سيخ يكون مؤكسد، أي صدي أو ما شابه. نلف السيخ هذا، هو سيخ مجرد ليس سيخ آخر، نلف عليه إلى المنتصف بطريقة تكون ليست متباعدة، دورات ملتصقة في بعضها البعض. نلف هذا السيخ 200 لفة، ونترك طبعا الجزء الأمامي والجزء الخلفي الذي هو وسط السيخ كما ترون. نأتي بالسلك الثاني، نقوم بلفه كذلك بنفس الطريقة 200 لفة. بعدها، بعد لف السلك الثاني بالطريقة الثانية، نقوم بتجربة بسيطة، وهي توصيل الوشيعة، إحدى الوشيعتين، بالملتيمتر. وطبعا هذا الملتيمتر لا يقيس الحثية. في المقابل سنرى المقاومة بالأوم التي يجب أن تحصل عليها من خلال لفك للسلك على السيخ. يجب أن تحصل في أغلب الأحوال يجب أن تحصل على 1.4 أوم في الوشيعتين عندما تضع الملتيمتر في الطرفين. هذه لكي ينجح معك الأمر. هذه فيما يخص حثية أو مقاومة هذه الوشيعة. ربما تستعمل، لماذا قلت هذا؟ ربما تستعمل أنت سلك معزول قطره أكبر من الذي أستعمله. لاحظ عدد الدورات وقس كل مرة المقاومة التي تصدر منه. عندما تجدها 1.4 أوم، عندها أوقف اللف. هذه هي الطريقة الصحيحة للحصول على دارة كاملة متوازنة. القيمة 1.4 أوم هي الأكثر استعمالا في الوشائع الخاصة بالكواشف، ككاشف المعادن. كذلك يجب أن يكون الحثية، أو بالمقابل قلنا أن الجهاز لا يقيس الحثية، بالمقابل يجب أن تكون كذلك مقاومة الوشيعة الثانية 1.4 أوم. بهذه الطريقة تكون حصلت على المطلوب من ناحية عدد اللفات الذي يلزمك. لا ألزمك أنا بقطر معين أو بلفات معينة. في هذا القطر تحصلت على 200 دور. بعد ذلك، بعد التأكد من هذه العملية، بعد ذلك لاحظ جيدا أحد أطراف الوشيعة في الوسط، والطرف الثاني للوشيعة الثانية كذلك في الوسط. نأتي بالكابل الذي قلنا يكون كذلك مغلف أو معزول، وهذه الربطة نقوم بربط الوشيعة الأولى في طرفها، في أحد أطرافها، ونمدد هذا الكابل بحيث أنه يكون بعيد عن المقبض لكي نوصل به البطارية. هذا طرف من أطراف إحدى الوشيعتين. بعدها نحضر الكابل الثاني ونقوم بربطه في الطرف الآخر للوشيعة الأخرى. ماذا يصبح لدينا؟ يصبح لدينا طرفين للوشيعتين مربوطين بالبطارية.
مثل ما ترى، ها هم طرفي الوشيعتين مربوطين بحيث أنهما سالب وموجب يأتيان من البطارية. يبقى لدينا طرفين الآخرين الذين هما في الوسط. نقوم بإحضار كابل الشحن. طبعا هذا على حسب الجهاز الذي ستضيفه لكي يعطيك دارة متكاملة للتطعيم أو التردد. نقوم بقص الجانب الخاص بالرأس الذي يكون من جهة الجهاز. طبعا ها هي عندما تقص كابل الشحن تتحصل على 4 كابلات. تقوم بلف 3 مع بعضهم. الأحمر تتركه من أجل التوصيل في طرفي الوشيعتين اللذين بقيا عندك على السيخ. بهذا الشكل وبطريقة سهلة. المهم في هذه العملية هو ضبط الوشيعة والحثية أو بالمقابل ما تصدره من مقاومة بالأوم. هكذا يتم ربط. نقوم كذلك بتجربة لنتأكد من العملية وبأن العملية صحيحة. عند توصيل طرفي الوشيعتين بالبطارية وقبل أن نضيف لهم الكابل أردنا هذه التجربة. لاحظ جيدا البطارية فيها 8 فولت فاصل 68. عندما نربط طرفي الوشيعتين نحصل على نفس القيمة الفولتية، أي أن الدارة متكاملة ويوجد توصيل للكهرباء على طول السيخ وفي الوشيعتين، أي أن السلك الخاص بالوشيعة معزول والدارة ليس فيها لبس من ناحية التوصيل والطريقة الصحيحة. قسنا الفولتية. لا يوجد مقاومة في هذه الحالة لأننا لم نضع الملتيمتر على طرفي وشيعة واحدة بل وضعناها على طرفين مختلفين لوشيعتين. لن تجد هنا مقاومة نهائيا. هذه التجربة ليكون في علمكم عندما تريد إضافة شيء على أي سيخ يكون عندك المعلومات هذه لكي تقوم بتجربتها والتأكد من أن ما تضيفه صحيح أو خاطئ. عندما نضع طرفي الملتيمتر في وشيعة واحدة لاحظ نرجع للمقاومة الأولى التي هي 1.4 ولا تتغير، تبقى هي. نقوم بربط في الأخير الكابل الذي كان هو للشحن والآن تغير هو لإعطاء لهذه الدارة إعطائها تردد معين أو تطعيم معين. طبعا كذلك نجرب هذه التجربة كذلك. طبعا عندما تستعمل البطارية بهذه الطريقة تتغير الفولتية فيها لأنها تحتاج جهد. لاحظ أن الفولتية ثابتة في الحالة هذه ودارتنا لحد الساعة صحيحة 100% وسهلة، وتستطيع الآن إضافة سيجارة إلكترونية أو هاتف به ترددات أو أي نوع من أنواع الأجهزة الترددية، وبالتالي تحصل على دارة في نفس الوقت هي تشحن الجهاز وفي نفس الوقت تستقبل الترددات أو التطعيم. كذلك له طريقة معينة سنشرحها في قادم الأيام بإذن الله. وحصولك بهذه الطريقة على دارة للشحن واستقبال ترددات من أي جهاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.